كعادة مباريات الكلاسيكو بين العرب والقادسية، هناك مباراة أخرى بين الجماهير، فبعد انتهاء الشوط الأول سلبيا هناك أماني. الشوط الأول شلون شفته؟ شفت يعني كان ما كنت تقول 50% حق العرب 50% حق القادسية، بس الفوز الهجومية كانت أكثر شيء حق القادسية، هم ضاغطين أكثر وهم مستحوذين على المباراة، لكن العرب مع الأسف فرص بدون مجهود بلا منازع. والله الشوط الاول ممتاز، ضيع 5 جوال 4 جوال، بس هذا كرة القدم. يعطيك العافية. يعافيك حبيبي. اليوم حاط على تيشيرتك الزعيم الملكي. طبعا زعيم، احنا اساسا طول عمرنا زعيم، يعني مو شيء جديد هذا. بس العرباوي يقولون احنا الزعيم. الزعيم السابق قبل كانوا زعيم، لكن بالفترة الحالية وان شاء الله اللي قدام القادسية راح يكونوا الزعيم طبعا. في الشوط الثاني اشتعل الجمهور القدساوي مع هذا الهدف، فيما فضل العرباوية السكوت وإعرابهم عن عدم الرضا. أنا كنت عرباوي بس مع الأسف يعني أشوف اللعب اللي صار للقادسية، فأشوف أن اللعب صراحة يعني يستحق القادسية ياخذون اللعب اليوم. والله ما قصر القدساويين، هذا الزعيم الملكي. شلون شفت الجول؟ جدا روعة. والله القادسية يعني أفضل بالأمانة نتكلم، لاعب وماسك المباراة، أعتقد المدرب ومسلم المباراة من بدايتها، يعني الوسط ضايع. الهدف الثاني للقادسية أقام انتفاضة عند الجمهور القدساوي الذي استهجن سياسة 30-70، فيما بدأ الجمهور العرباوي بمغادرة المدرجات. والله هي مو النتيجة ولا اللعب داخل الملعب، يعني اللي قاعد يطلع يعني لو هي 2-0 ترى مو نتيجة كبيرة بالنهاية، باقي أكثر من 5 دقائق والجمهور طلع قبلها ب10 دقائق أصلا. لو تلاحظ فريق العربي الشوت على المرمى ما فيه، يعني ما في أي محاولات على المرمى، ما في أي شيء، سلبي جدا أمام دفاع القادسية كهجوم كتنظيم وسط كامل، فريق كامل ما في شيء. بأمانة الفريق ما أدى، خلينا نتكلم بواقعية، خاصة الجيم الأول القادسية كان مسيطر نهائيا، افتقدنا يعني نهائيا ما عندنا نص، والدفاع كلش كان ضعيف. تأملنا الجيم الثاني انه يصير تبديل مبكر، ولكن للأسف يعني نفس الأداء نفس الشيء، تأخير نزول محمد إشراق. القادسية أمانة قاعد يلعب تكتيك، قاعد يلعب باص، قاعد يلعب كرة حلوة وكذا، وأنا أعتقد أن النتيجة قليلة 2-0. احنا نقول حق إدارة نادي العربي تعطونا 30% ولا تعطونا لو كرسي واحد، القادسية ما راح تقدرون عليه، الصدارة لنا والدوري السنة هذه القادسية ما حد يقدر، تعطونا 30 ولا تعطونا 10 تقولون والله لا للتفرقة ولا لهذا، احنا ردينا عليكم بالملعب اليوم. خارج الملعب فرح واستهجان. صراحة اليوم لعب وايد حلو، واليوم صراحة القادسية اللعب احنا قلنا هذا هو حقائق 5. المهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، واخيرا فزنا على العربي السنة 2016. كم سنة احنا العرب على الحالة، لازم شوي يتعادلون. نحن قايل انا 2-0 حق العربي. نبي التعادل ولا الفوز؟ ان شاء الله الفوز حق العربي. والله خلينا نتكلم جد، والله العظيم الأمانة في لاعبين يلعبون بروح، في لاعبين الأمانة ما أدري شنو، في لاعبين يعني الأمانة ما أدري شنو يبي، يعني شنو تبي؟ ضغط ما قاعد أسوي لك، شنو تبي عشان فهمني شنو تبي من الجمهور؟ قاعد نشجع، قاعد نحضر، حالتنا حالة، ايش تبي بالضبط؟ أنا صار لي 40 سنة أتابع الفريق، يعني أنا سنة 80 طلعنا من ملعب القادسية 4-0 كسبانين، أنا موجود في الملعب وقبلها بعد. إنما اللي صار اليوم أنا أعتبره إهانة حق العربي، اللي صار اليوم هذا ما يجوز يصير. أكو لاعب بالملعب يستاهل يلبس فانيل الخضراء اليوم غير الحارس المسكين اللي أنقذ العربي من كم جول اليوم. أنا عمري 16 سنة، يعني ما أبي أبالغ، من أول ما وعيت عمري 7 سنين أي أشجع العربي، من أول ما شجعت العربي ولا مرة خذ دوري، لمتى؟ تصرف غريب من الجمهور القدساوي بالذهاب إلى إدارة النادي العربي، الأمر الذي جعل رجال الداخلية يبعدونهم عن الإدارة.